انا جيت. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير في احسن صحة واحسن حال وراحة بال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جايلكم بقى النهارده في فيديو جديد وفيديو حلو كده وتحفيزي، وان شاء الله باذن الله كده تستفادوا منه ويعجبكم. تفريزات بقى رمضان اللي احنا مستمرين فيها وافكار حلوة بقى، يعني اليوم كده تغيير للولاد في البيت. عايزاكي بقى لو انتي اول مره بتشوفي قناتي تخشي كده القناه وتاخدي جوله فيها، وان شاء الله باذن الله تعجبك. ولو انتي بتتفرجي عليا ولسه ما حطيتش اللايك، عايزاكي تحطي اللايك عشان اللايك ده بيساعدني الفيديو يشاف اكتر. تعالوا بقى نبدا يومنا. بدأنا كده بقرنبيطه حلوه ما شاء الله عليها، بصوا شكلها حلو قوي قوي قوي. مش عارفه اسعار القرنبيط ايه عندكم دلوقتي، بس عندنا بيبدأ من 20 على حسب حجمها. ما شفتش 15 دي خالص، ما اعرفش فيه ولا ما فيش. ديت كده عامله 30 ما شاء الله، حجمها ما شاء الله كبير جدا. انا عايزه اقول لكم الفيديو مش مبينها قوي، بس هي حجمها ما شاء الله وماسكه نفسها كده وناشفه وبيضه، بصوا قشطه مفيهاش الهوا. فشكلها بجد عجبني جدا. لما بابا جابها، عشان مش انا اللي جايباها ماشي، يعني هي شكلها عجبني لما بابا جابها. انا بصراحه لما سالني بتجيبيهم بكام قلت له انا شفتها ب20 اصغر منها، مش الحجم ده، شفتها ب20. بس انا بصراحه ما يعني مش في بالي بقى دلوقتي القرنبيط بكام. انا اخر مره شفتها من حوالي مثلا اسبوع، اخر مره هو مال الدنيا، واخر مره سالت على سعرها من اسبوع. كنت ناويه اجيب قرنبيطتين كمان كده افرزهم واخزنهم كده واشيلهم، يعني اشيلهم بقى في الفريزر. على فكره بينفع جدا جدا جدا، انا لسه مستخدمه اخر كيس من رمضان اللي فات، الشهر اللي فات قدامكم. حلو، فاي حاجه بنشيلها بتنفع، بيبقى ليها وقت وعوزه وكل حاجه. طيب انا بقى بعمل ايه؟ انا بقطع القرنبيط كده بالشكل ده، وبعدين بدي غسله حلوه، وبحط عليه خل بقى عشان البكتيريا، عشان اي زرع كده، اي زرع لازم شويه كده خل يقتلوا اي بكتيريا في اي حاجه بقى فيها، خضره بقى فاكهه اي زرع. تمام. طيب انا دلوقتي بقى قطعت كده القرنبيط وفككته من بعضه. طبعا انا يعني مش هخليه بالحجم ده، انا هغسله الاول. بص هو حجمه كبير، فعمري ما هعمله بالحجم ده ابدا، يعني عمري ما هسويه بالحجم ده ابدا. انا بحبه كمان مش عريضه قوي او مش كبيره قوي، او يعني ما شاء الله كده تكون حلوه صغيره على قد ايه، على قد كده الايد، ان الواحد كده لما ياكلها ما تبقاش كبيره قوي ويبقى منها، لا تكون حجمها معقول. طيب انا دلوقتي بقى هحط كده شويه خل على القرنبيط بتاعي، وزي ما قلت لكم الخل بيقتل البكتيريا خالص، انت مش محتاجه غير خل بس، شويه خل حلوين. على اي خضار اي خضار اي فاكهه شويه خل. عكس بقى اللحوم، يعني عكس بقى الفراخ ما احبش خالص احط خل. اي حد بيحط خل على الفراخ يا جماعه الفراخ بتثبت فيها الزفاره مع الخل. الفراخ عشان تغسلها حلوة قوي، ليمون، ملح، شوية دقيق، بس ليمون ملح شوية دقيق، وتدعكي كده الفرخة حلوة قوي بكل الكلام ده، وتنقعها في المحلول شوية، وبعدين تغسليها بقى وتشطفيها من اللي هي فيه بقى، يعني بتبقى طبعا بقى اتغسلت حلو ونطفت وبقت زي الفل، فبتحتاج بقى شطفة كده حلو. تمام. السمك بقى كمان بيحب الخل جدا، نرش كده شوية خل عشان زفارة السمك، برضو بيبقى حلو قوي. طيب انا غسلتها حلو جدا بقى. عايزه اقول لكم طبعا القرنبيط بيبقى مليان طينه، عشان نخلي بالنا من الموضوع ده، القرنبيط بيبقى مليان طينه، فلازم طبعا يتغسل مره واتنين وتلاته لما ينزل كل الرمله والطينه اللي فيه. وفي كده فرشه بتاعه الخضار حلوه قوي قوي، الفرشه دي كانت عندي بس للاسف انا مش لاقيها الفتره دي، مش عارفه راحت فين. الفرشه دي حلوه جدا، في منها للسمك في منها للخضار. عايزه اقول لكم بتساعد جدا جدا في انك تغسلي الحاجه حلو، سواء خضار او فاكهه او سمك، اي حاجه من الحاجات دي كلها بتساعد قوي في غسيله. بس طبعا بقى لو جيبي واحده للسمك وواحده بقى للخضار والفاكهه، دي بقى تبقى متشاله كده، ودي كده لاي ايه، لاي وقت تعوزيها فيه. يعني مثلا لو طينه كده في القرنبيط من فوق بتدعكي بيها كده حلوه قوي، كل الطينه وكل حاجه فيها دي بتروح على طول، ما بتبقاش موجوده اصلا. طيب بصوا بقى انا جبت دلوقتي كده السكينه، وهقطع بقى ايه القرنبيط بتاعي. انا مش عايزاه بالحجم ده، انا بالنسبه لي كده حجمه كبير، انا كده بالنسبه لي حجمه مش حلو، فانا بحب اقطعه تكون القرنبيطه كده حلوه صغيره. انما في ناس بتعمله ما شاء الله كده كبيره، انا مش بحب كده خالص بصراحه. طيب هسلقه بقى في ميه بتكون بتغلي. هحط فيها معلقه ملح ومعلقه كمون، وهقلبهم عشان هديه سلقه كده، يعني نص سلقه، مش هسلقه سلقه كامله. انا ما بحبش القرنبيط مهري قوي. حلو. عايزه اقول لكم، عارفه ان انا بقصر في حقكم، ما بنزلش فيديوهات زي الاول كتير، يعني ممكن كل يومين يوم او يوم لا على حسب، بس فعلا والله انا الفتره دي عندي ضغط فظيع،
بصوا ضغط مذاكره، مش عارفه الم الدنيا مع يوسف الا لما نضغط نفسنا. ما هو خلاص الامتحانات على الابواب خلاص، فلازم نلم نفسنا كده. حسن كمان طلع عنده امتحانات، تخيلوا الوزير كده نام قام كان بيحلم الظاهر، فقرر ان هو يعمل امتحان لسنه اولى وتانية. يعني هو قرر كده فجأة ان ليهم امتحان زيهم زي غيرهم، بس اسمه تقييم نهائي. ده بقى اللي بناء عليه يتحدد الولد هيطلع للسنة اللي بعدها ولا لا. تمام. فعندنا مذاكرة طبعا للاتنين. بجيب ابن اختي من المدرسة، ممنوع الغياب طبعا، احنا عايزين نغيب بقى عشان نبتدي نقعد نذاكر ونلم الدنيا شوية، مش عارفين نغيب الولاد. فالله المستعان يا رب على اللي احنا فيه بجد، ربنا يعيننا كلنا ويقف جنبنا كده في الصعب اللي احنا فيه. انا جبت بقى 5 بيضات كده، هقلبهم بقى بالمضرب حلو قوي قوي، وهنزل عليهم بقى يعني كل المكونات اللي انا هحطها دي هي اللي هتظبط معاكي القرنبيط قوي قوي، هتظبطه في كل حاجه، طعم وملح. ملحه هيبقى مظبوط قوي عشان الناس قالت لي القرنبيط من جوه بيبقى مش مملح، ده يبقى مملح جدا، امشي على الخطوات وهيبقى حلو قوي، وكمان هيبقى مقرمش. طيب انا حطيت دلوقتي حوالي مثلا 5-6 معالق دقيق كبار، عشان انا بحبه الخلطه مليانه، والبيض، وحطيت كمان شويه بقدونس حلوين، ملح وكمون، حوالي معلقه ملح معلقه كمون، الكمون بيفرق معاه قوي على فكره في الطعم، شويه خل صغيرين خالص كده، يعني معلقه خل عشان الزفاره. تمام. وكمان ميه بقى بزود بيها، الخل مع الميه مش هيدي زفاره خالص، ما تقلقيش. يعني هتقولي هنحط ميه على البيض هيدي زفاره، لا مش هيدي خالص، لان انا حطيت خل. تمام. وكمان هحط ايه، هحط معلقه نشا كبيره، معلقه النشا دي هتفرق قوي قوي قوي، هتفرق جدا 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 فوق ما تتخيلوا. وهقلب بقى كل الكلام ده حلو قوي بالمضرب لحد بقى ما يفك كده معايا وما يبقاش فيه اي كلاكيع خالص. انا عندي كمان بقى ربطه فجل كده، فكيتها كده وغسلتها وخليتها بصوا ما فيهاش الهوا. طبعا حطيت بقى شويه خل صغيرين كده وانا بغسلها. اي خضره اتفقنا ان نحط عليها خل، اي فاكهه نفس الكلام. خلاص بقى القرنبيط كده اتسلق معايا وكده بقى حلو قوي قوي قوي، وانا مش عايزه فيه اكتر من كده. تمام. طيب جبت بقى بطاطسيتين كده عشان حسن ابني يعني مش بيحب خالص القرنبيط، اوقات بياكله بس بيبقى متضايق وهو بياكله، فما بحبش بصراحه موضوع الاكل بالذات، الاكل بالذات اكتر حاجه ما بحبهاش ان اجبر العيال عليها. يعني مثلا بشوف ناس لا كل دي وهتعجبك قوي قوي، حلو، طب انا مش عاجباني اكلها ليه؟ طب خلاص. يعني انا ممكن اقول لابني طب دوق دي هتعجبك قوي، يقول لي لا يا ماما مش عايز. خلاص طالما مش عايز ما اقدرش اقول له هتاكلها ولا مفيش بقى مصروف، هتاكلها ولا بقى تتعاقب ولا. بشوف ناس على فكره بتعمل الكلام ده، اقسم بالله بشوف ناس او بسمع ان ناس بتعمل كده مع اولادها. لو ما اكلتش ده هتتعاقب، لو ما اكلتش ده مفيش مصروف، لو ما اكلتش ده لا ما ماشي، لو كوبايه لبن مثلا. انما مثلا لو اكل بقى فيه بيض وكلام من ده والولد مش حابه، لا ممكن على فكره الولد يتضايق. يعني انا بعمل القرنبيط، ابني حسن بيحب البيض بس مش بيحب القرنبيط خالص. هو القرنبيط عباره عن خلطه اصلا، القرنبيط خلطته اصلا كلها عباره عن بيض. ابني بيحب الخلطه ده مش بيحب القرنبيط، فما بحبش بصراحه اجبر عليه ان ياكل حاجه هو مش عايزها. تمام. طيب انا كده وريتكم بقى الفكره، انا ما كنتش هقليه دلوقتي. انا لو عايزين ترجعوا للفيديو القديم بتاع القرنبيط هتاخدوا بقى الفكره بالظبط وقليته، بس انا كده خلاص هقليه في الزيت. وتخلي بالك قوي وانتي بتقليه، انا كده هاخد الكميه اللي انا عايزاها، اللي انا هبتدي بقى ان انا ايه هقليها لما عاوزها، هي دي الكميه اللي انا عايزاها. بصوا اقلب الخلطه، عايزه اقول لكم والله العظيم الموبايل ظالم حاجات كتير بصورها، ظالم حاجات كتير قوي قوي، مش مبين جمال الخلطه وشكلها وقد ايه ما شاء الله بجد حلوه قوي 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 فوق ما تتخيلوا. برضو مش بيبين حاجات كتير انا ببقى عاملاها شكلها حلو قوي قوي قوي، بس جوده تصوير الموبايل مش بتبينه. فادعوا لي بقى كده ربنا يكرمني واجيب عده بقى كويسه تبقى للتصوير اصلا، يعني تبقى للقناه. تمام. بصوا بقى انا جبت بقى بقيه القرنبيط. انا بالنسبه لي الكميه دي حلوه قوي ان انا اشيلها لاكله لمره واحده عشان عددنا حلو. انتي بقى لو عايزه تقسميهم على كيسين هيبقى برضو حلو جدا، لان هي الكميه ما شاء الله كبيره. يعني انا هوريكم الكيس دلوقتي بعد ما اربطه والفه، ما شاء الله كميه كويسه. انا كده عندي 3 اكياس قرنبيط في الفريزر. تمام. فربنا يسهل كده باذن الله واجيب تاني واشيل تاني، يعني ممكن كيسين كمان. عايزه اقول لكم ان انا والله لرمضان بعمل حاجه في حاجه، دلوقتي بشيل حاجه في حاجه. وانا بره بقى جبت كمان اللي هو الموز الحلو ده، لو عارفينه الكيس ده فيه 12 عامل 10 جنيه. عايزه اقول لكم طعمه حلو قوي قوي قوي، مش بيشد كده ويضايق، طعمه حلو جدا. جبت كمان اللي هو مش عارفه بصراحه دي ايه، زي شوكولاته كده من بره ومن جوه كده فيها فراوله سايله. عايزه اقول لكم حلوه جدا، الواحده ب2 جنيه، 2 جنيه سعرها حلو قوي، فجبت 5 للولاد. وجبت كمان فاصوليا
وكمان جبت طماطم، الطماطم عامله كيلو ونص ب10، والفاصوليا دلوقتي عامله 12 جنيه، جبت نص كيلو ب6. طبعا انا كل اللي بعمله ده بعمله لماما، يعني انا كل الحاجه اللي انا بعملها الفتره دي في التخزين بعملها لماما. الفتره الجايه باذن الله هجيب حاجات واعملها معاكم برضو ليا بقى، يعني هجيبها ليا، حتى لو انا مثلا عملتها عند ماما اعرفكم ان الحاجات دي بقى انا جايباها ليا اخزنها ليا بقى عشان رمضان. حلو، يعني انا الفتره الجايه كده محتاجه، طبعا انا لسه ما جبتش اي حاجه رمضان ليا خالص خالص، والرمان خلاص هيمشي وانا عايزه اخزن رمان ليا، والجوافه خلاص كمان هتمشي وعايزه اخزن جوافه ليا. فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هخزن رمان وحاجات كده لرمضان باذن الله ليا بقى، وكمان هكمل لماما تخزينات رمضان عشان ما نجيش قبل رمضان على طول ونكبس نفسنا، فاهميني؟ دي الفكره كلها. شلت بقى الفاصوليا خلاص، وجبت بقى للولاد كده كان نفسهم ياكلوا كبده بقى، فقلت اعمل لهم كبده. بصراحه بقى مش انا اللي جايبه الحاجه، بابا اللي جايب كل حاجه، جاب زبادي وجاب طحينه وجاب كاتشب مايونيز و يعني فينو بقى وكايزر عشان هنعمل سندوتشات. حلو، الكبده كانت عندنا بصراحه، الكبده كانت موجوده، فجبنا الحاجه بقى اللي احنا عايزين بيها. كان ممكن اعمل لهم عيش بس ما حبيتش. طيب بصوا انا دلوقتي عملت ايه، خدت كده شويه من الطحينه، عليهم شويه زيت، ملح وكمون وعصره ليمونه وشويه خل، وكمان معلقتين زبادي. انا هرجع احط بقيه كوبايه الزبادي كلها، يبقى كوبايه زبادي على شويه طحينه. عايزه اقول لكم الزبادي بتدي للطحينه طعم حلو جدا 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 فوق ما تتخيلوا. انا اول مره اجربها، انا عمري ما عملت زبادي بالطحينه ابدا ابدا، كنت على طول بعمل الطحينه عادي بكل المقادير ديت او المكونات دي ما عدا الزبادي. عايزه اقول لكم ما شاء الله بجد اديتها قوام وطعم حلو جدا جدا، طعمها بجد حلو قوي في السندوتشات. هجيب بقى طاسه او صينيه انزل فيها السمنه، وهعمل بقى الكبده بتاعتي. نزلت البصل الاول عشان عايزه البصل كده يديني طعم كده وريحته تطلع، وبعدين انزل الكبده عليه. عايزه اقول لكم الاكله دي ما بتاخدش مني اي وقت خالص خالص، وحلوه وجميله وتغيير للولاد، بدل ما نفسهم بتروح لاكل بره كتير احنا ممكن نعمل لهم سندوتشات في البيت. ودي كبده فراخ على فكره، مش كبده لحمه، دي كبده فراخ. تمام. طيب خلصت بقى كده واديتها تشويحه. اول ما خدت تشويحه وغيرت لونها شويه نزلت عليها بقى فلفل رومي متقطع وفلفل حراق وفصين توم، كمان احط عليها ملح وفلفل اسود وشويه بهارات. عايزه اقولك بقى لو عندك كبابه صيني حطي لو انتي بتحبيها، انا والله العظيم ما لاقياها، عايزه اجيبها واطحنها انا في البيت. انا شفتها مره حتى لما رحت للراجل تاني اساله عليها برضو ما لقيتهاش يعني لو بصوا هجيبها مطحونه مفيش، طب خلاص شكرا، انا عايزاها طيب مش عارفه صحيحه وانا اطحنها مفيش والله. فهي بتبقى صحيحه بس بتتحمص على النار وتطحنيها، بس دي الفكره. طيب عملت بقى سندوتشات كده وحطيت طحينه ومرضتش احط كاتشب، هما بقى لو عايزين يحطوا كاتشب او مايونيز. عايزه اقول لكم بجد والله العظيم طعمها حلو قوي قوي، عايزه اقول لكم انبهروا قالوا لي طعمها تحفه، ايه الجمال ده، ده كانها من بره. فعلا طعمها حلو قوي قوي، ومديه كده على كبده لحمه مش كبده فراخ خالص، من كتر ما هي حلوه والبهارات فيها مخليها طعمها حلو. كمان انا بحط شويه زيت مع السمنه، يعني انا ما بحطش السمنه بس، نسيت اقول لكم التركيه دي، شويه زيت كمان بيفرقوا قوي قوي في الطعم وفي الصوص اللي بتنزله. بصوا انتوا لو تلاحظوا فيها صوص، انا عايزه الصوص ده فيها عشان بيخلي السندوتشات كده جوسي كده شويه، مش ناشفه كده، فاهميني؟ بس خلصت خلاص وحضرت السندوتشات، وعايزه اوريكم بقى شكلها، وعايزه اقول لكم طعمها حلو قوي قوي قوي. ممكن نعملها كده من باب التغيير للولاد عشان الملل ويعني وبيزهقوا بقى من اكل كل يوم، وكل يوم بقى اكل مش على مزاجهم. ممكن نعمل افكار زي دي كتير هتعجبهم قوي. خلصت فيديو النهارده، يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير وتعليق حلو منك، ولو انت اول مره بتشوفيني ولسه ما حطيتيش اللايك بتاعي ولا اشتركتي في القناه، عايزاكي تحطي لايك وتشتركي، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.